مش عارف ابتدي منين، بس انا شيرت الفيديو ده من صفحة عندي، وشيرته هنا طبعا على الفيسبوك، وشيرته على التيك توك، ولقيت ناس كتير جدا بتخش بتقول لي انت مالك. مالي ازاي يا جماعة؟ مالي ازاي؟ انا ما تعودتش اشوف حد بيقع عليه ظلم واسكت. انا ما تعودتش كده. الناس داخله تقول لي لما شيرت، بس مش لما بتكلم، ده انا بعني دكتور، انا بتكلم بقى. انا بتكلم عن الموضوع. الناس وصلت لدرجه ان انت مالك؟ انت ليه بتتدخل فيها يا جماعه؟ واحد واقع عليه ظلم ما اتكلمش، ومصري زيي واقع عليه ظلم مش عايزني اتكلم؟ الله، ما انا اتكلمت ساعة عم ابراهيم، الراجل اللي اتظلم واتضرب بالقلم قدام الناس. ليه ما حدش طلع قال لي انت مالك؟ ده انت مسيحي وده مسلم. الله، في ايه؟ ليه ايه ده يا جماعة؟ ليه بندخل الاديان؟ انا علشان مسيحي لازم اتكلم عن المسلم، والمسلم عشان مسلم لازم يتكلم عن المسيحي. لو واقع انا في ظلم مش هيتكلموا عني؟ في حد واقع في ظلم، في حد اتظلم مش عايزين نتكلم عنه ليه؟ وليه بنشخصن ونفرق الموضوع؟ ليه انت مسيحي ما تتكلمش عن اللي بيحصل؟ لا انت مسلم ما تتكلمش عن. في ايه يا جماعه؟ في ايه؟ ليه هنسيب القضيه والموضوع ونقعد نتكلم انت مسيحي ولا مسلم؟ انت ليه بتتكلم وانت ليه ما بتتكلمش؟ اي حد بيقع عليه ظلم احنا بنطلع بنتكلم عنه، لانه هو شريكي في الانسانيه ومصري زيي، ولازم اتكلم عنه، ولازم اخاطب وزاره الخارجيه في كل حته علشان الموقف ده ما يتكررش. ليه سايبين الموضوع والقضيه وانت بتتكلم ليه؟ وانت بتتكلمش مين؟ ايه اللي يعني ايه؟ مش فاهم. انا اتكلم زي ما انا عايز. في واحد واقع عليه ظلم، لازم نتكلم، لازم نقول اللي حصل ده ما يرضيش اي حد. والحمد لله صوتنا وصل للسلطات المختصة، واللي غلط بيتحاسب، وهو ده الهدف، ان اللي غلط يتحاسب، اللي ظلم لازم يتحاسب في اي مكان ولا في اي حتة. الناس اللي بتطلع لي ده مجرد بس شيرت الفيديو علشان الفيديو يوصل لكل الناس، وانا عندي صفحتي بتتشاف، لقيت الناس داخله بتقول انت ليه بتتكلم في الموضوع ده؟ انت مالك؟ يعني ايه مالي؟ يعني ايه مالي؟ واحد مصري زيه بيقع فيه ظلم لازم نطلع ونتكلم، مش اخلاقنا ان احنا نسكت. ويعني ايه ماليش دعوه؟ ليا طبعا. هو انا لو واقع في مشكله زي كده ايا كان المكان اللي انا واقع فيه مش هيتكلم عني؟ اكيد هيتكلم عني ومش هيسيبني. اي حد بيقع عليه ظلم لازم نطلع ونتكلم عنه، واحنا ما نرضاش بالظلم في اي حته وفي اي مكان. لو شخص سيء في مكانه يتغير، الموضوع بسيط جدا. وانا عملت فيديو على راجل كان قاعد في نفس المكان ده، وكان الناس كلها بتشكر فيه، وانا طلعت عملت فيديو وقلت قد ايه الناس بتحبه. يبقى لما حد يبقى قاعد في مكان زي ده ويعمل حاجة غلط لازم يتحاسب، لكن مش تخش لي وتقول لي انت مالك ومش انت مالك. لا، ليا. اللي حصل له الظلم ده مصري زيي، مصري زيه، وانا بتشاف، ولازم الفيديو يوصل للمسؤول. مش هسيب واحد في ظلم مظلوم وانا ساكت.